انخفاض مستمر، مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 14 يونيو. لو بتفكروا تشتروا فراخ أو بيض الأيام دي، في أخبار مهمة لازم تعرفوها بخصوص الأسعار النهاردة السبت 14 يونيو. في مفاجآت حصلت في السوق، خصوصا بعد ما الأسعار كانت طالعة لفوق بقالها فترة. النهاردة أسعار الفراخ البيضة نزلت بشكل ملحوظ في البورصة. كيلو الفراخ البيضة في المزرعة وصل ل 75 جنيه بعد ما كان ب 80 جنيه من يومين بس، يعني نزل 5 جنيه. ولما بتوصل للمستهلك في المحلات سعر الكيلو بيكون ابتداء من 85 جنيه. ده غير ان الفراخ الامهات كمان نزلت جدا، وسعر الكيلو في المزرعة بيبتدي من 58 جنيه وبتصل للمستهلك ب 70 جنيه. على عكس الفراخ البيضة، اسعار الفراخ الساسو اللي هي الفراخ الحمراء رفعت شوية، وسعر الكيلو منها وصل ل 95 جنيه بعد ما كان ب 90، وبيوصل للمستهلك بحوالي 105 جنيه. اما الفراخ البلدي فسعرها مستقر في المزرعة عند ال 119 جنيه وبتتباع للمستهلك ب 130 جنيه. وبالنسبة لأسعار البانيه، ودي حاجة مهمة لناس كتير، حصل فيها انخفاض ملحوظ. كيلو البانيه نزل من 220 جنيه وصل النهارده لحوالي 190 جنيه في بعض المحلات، ودي بشرة حلوة. وباقي أجزاء الفراخ برضو ليها أسعارها. الأوراق بتتراوح بين 100 و 110 جنيه للكيلو، الأجنحة بين 55 و 65 جنيه. مش بس الفراخ، في أسعار لمنتجات تانية كتير. جوز الحمام وصل ل 170 جنيه، الكيلو البط وصل ل 160 جنيه، الأرانب الكيلو ب 140 جنيه. أما بقى أسعار البيض اللي برضو فيها شوية لخبطة، كرتونة البيض الأحمر سعرها استقر في الجملة عند 100 جنيه وبتوصل للمستهلك ب 135 جنيه، مع العلم إنها كانت بتتباع للمستهلك ب 110 جنيه قبل كده. أما البيض الأبيض فسعر الكرتونة ب 100 جنيه في الجملة وبتوصل للمستهلك ب 125 جنيه. كرتونة البيض البلدي بتبدأ من 110 جنيه في الجملة وبتوصل للمستهلك ب 125 جنيه. كتاكيت البط النهارده، البط الفرنساوي بين 10 و 11 جنيه، البط المسكوفي بين 23 و 24 جنيه، البط المولرد بين 24 و 25 جنيه. اما لحم البط البلدي فالكيلو بيبدأ من 140 ل 160، الفرنساوي ب 95 والمسكوفي ب 115 جنيه.